بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نعمل فيديو سريع من غير يعني مش متجهز له قوي، بس بسبب يعني كذا سؤال اتسال لي او كذا حاجه طلبت مني مؤخرا، الا هي حاجه لها علاقه بالانترفيوهات. الواحد لو بيجهز للانترفيو المفروض يعمل ايه؟ مبدئيا كده انا مش مش احسن واحد ممكن يفيد في الموضوع ده قوي، ولكن يعني هحاول اقول اللي اعرفه، وبرضه اللي عنده حاجه ممكن يزود عليها وده هيبقى افضل يعني. تمام. اولا انتوا عارفين طبعا في انواع من الانترفيوهات كتير، في الاتش ار والتكنيكال والفاينل وكده. احنا هنركز اكتر على التكنيكال. هو الاتش ار بيبقى حاجه ليها علاقه بيك انت بنفسك وبالجولز بتاعتك وكده، والفاينل ده بيبقى حاجه اظن مع مانجر او دايركتور او كده، ما بيكونش فيها تكنيكال قوي. فخلينا نركز في اللي احنا بنعمله يعني، اللي هي التكنيكال. التكنيكال هو في الاساس طبعا التخصصات كتير، مش هنعرف نسرد طبعا بيتسال في ايه في كله، بس هحاول ادي شكل عام وهدي طبعا الامثله كلها على الويب، يعني لو انت بتسال في حاجه في الويب. فالاسئله ممكن تبقى في تخصصات مختلفه، وده عادي. انا حضرت كذا حاجه كانت كده، فتخصصات مختلفه ممكن اسالك في الويب والموبايل والنتورك وكذا وكذا وكذا، وانت شوف انت هترد في ايه، واللي مش هترد فيه خلاص هيعرف ان انت مش كويس فيه، او هيعرف مستواك فيه ايه. لو انت مثلا بتذاكر كذا حاجه ممكن يعرف مستواك في كل حاجه ايه، ولكن خد بالك انك محتاج يبقى عندك مين دومين، يعني حاجه اساسيه بالنسبه لك انت بتقدر تفهم فيها يعني، مش بس معاك اساسيات في كل حاجه وخلاص. ماشي. ماشي. بما انك ذكرنا حته الاساسيات، حاول تركز جدا في الاساسيات بتاعت الحاجه اللي انت اوريدي عارفها، زي مثلا الويب. مثلا ثغره معينه انت والله اكس اس، حاول تبقى فاهم بالظبط الاساسيات بتاعت الحاجه دي ايه يعني ايه فولنربيلتي، يعني ايه امتى اقول ان في هنا فولنربيلتي، مثلا امتى اقول ان مفيش فولنربيلتي. الحاجات دي كلها هنتكلم عنها اكتر يعني واحنا ماشيين ان شاء الله. تمام. ماشي. طبعا نتكلم مثلا عن اسئله شبه اللي بتيجي. ممكن يجي مثلا يسالك سؤال ايه هي مثلا ثغره الاكس اس، لو هيسالك اسئله شفويه مش امتحان يعني، وانا هيجي لحته الامتحانات ممكن يسالك مثلا عن الاكس اس، يقول لك هي ايه الاكس اس دي، فانت تبدا تشرح له والله الاكس اس فيها كذا كذا كذا. مش طبعا هو مش عايز يعرف النيم بتاعها ايه، بس هو بيسالك عن تفاصيلها هي نفسها. فيفضل انك تبقى يعني تو ذا بوينت، تحاول تفهم يعني تفهم بالظبط او تشرح بالظبط اللي عندك ايه، من غير ما تخش في تفاصيل كتير جدا ملهاش لازمه. ودايما حاول تمنشن الحاجات المهمه، زي مثلا بقول لك اكس اس اس لازم تمنشن الجافا سكريبت. ما ينفعش اقول لك مثلا الاكس اس دي عباره عن ايه تقول لي والله بتخليني اعمل اليرت 1 مثلا، فده بالنسبه لي انت كده حافظ بيلوز مش فاهم انت بتعمل ايه. لو هنتكلم عن حاجه سؤال تاني عن نفس الثغره، فانت ممكن هو يساله لك، ممكن تساله وما يسالكش وانت تكمل اجابات، زي مثلا امتى اقول ان في هنا مثلا اكس اس. طبعا احنا بندي مثال اكس اس بس مش اكتر. امتى اقول ان في اكس اس مثلا، هتقول لي والله لما اقدر اعمل انجكت الجافا سكريبت. ماشي. في حد تاني يقول لي لما احط بيلود ويشتغل. طب ما ده مش رد بالنسبه لي كويس، فاهم قصدي؟ محتاج تبقى موضح الكلام. لما احط اكس اس بيلود بطريقه معينه، اعمل انجكت في حته معينه، فبالتالي الاقي اليرت او الاقي اكسكيوشن، بان انا حطيت اليرت على اكسكيوشن، فبالتالي هعرف ان انا في اكس اس لان انا حطيت جافا سكريبت. ماشي. طبعا والمشاكل معظمها هتبقى بسبب الانبوت فاليديشن. بتاعت الديفلوبر مش احسن حاجه، فده اللي عامل المشكله. ماشي. حته بقى الميتيجيشنز دي مهمه جدا، تبقى فاهم الميتيجيشنز بتاعت الثغرات اللي انت هتتكلم عنها، وحاول دايما تبقى بتسال نفسك وبتراجع مع نفسك الحاجات دي قبل ما تخش الانترفيو، يعني نفسك زي امتحان كده. ازاي احل الثغره دي حاجه مهمه جدا. خلي دايما عندك الويك سولوشن والجود سولوشن، لان ممكن السؤال ما يجيش في شكل حاجه شفهيه، ممكن يديك سكرين شوت او يديك كود سنابت من الكود فيها vulnerability معينه اكس اس اس او جافا سكريبت او اكس اس او سيكوال انجكشن او كده، ويكون السنابت دي جواها يعني في ميتيجيشن، ولكن الميتيجيشن ده مش احسن حاجه وفي طرق احسن منه، فانت محتاج تبقى متعود عليها نظريا. طبعا دلوقتي شات جي بي تي بيساعد جدا في الحاجات دي، انك يديك سامبلز كتير جدا منوعه من كل حاجه، ده هيفرق معاك ان شاء الله. واخر حاجه الضرر بتاع الثوره دي، يعني ايه الضرر اللي ممكن اعمله بحاجه زي الاكس اس مثلا، فاهم؟ اللي هي من الاخر كده الامباكت، ايه الامباكتس اللي ممكن اعملها. ممكن يجيلك سؤال مثلا في حاجات ويك بس يبقى الامباكت بتاعه ممكن يبقى عالي، زي مثلا سؤال اتسالني في مره قبل كده، ايه اعلى امباكت ممكن اعمله بالاوبن دايركت. انت ما بتعرفش، جرب دور كده وشوف، يعني ممكن تعرف في امباكت عالي جدا ممكن تعمله باوبن دايركت. طبعا مش لوحدها، ما عادش يعني بتتشين حاجه معاها وهكذا، ولكن او مش بتتشين، بتستخدم ويكنس في حاجه تاني، فبس الفكره نفسها موجوده يعني. ممكن يبقى سؤال خاص بالثغره نفسها، يعني ممكن يقول لك والله الاكس اس دي ممكن اعمل بيها ايه، اعلى حاجه ممكن اعملها بالاكس اس نفسها، من غير بقى بتقول لي انا هسرق بيها كوكيز واخش اعمل لوجن، وبعد اللوجن ده الاقي مثلا كذا فاعمل بي ار سي اي، فانا جبت من اكس اس لار سي اي. هو مش قصده كده. ماشي. اظن ممكن تعمل بيها ايه في ذاتها، مثلا سيكوال انجكشن في ذاتها تقدر تعمل بيها ايه اعلى حاجه. ممكن اقول انا ممكن اجيب شيل على السيرفر لو هي مثلا بتستخدم حاجه معينه بيوزر معين ببرميشن معينه مش عارف ايه والكلام ده كله، فاهم الفكره دي؟ وبنعملها كتير مثلا سي تي اف يكون في سيكوال انجكشن وعايزك تريد فايل من على السيرفر، او اسف مش تريد بقى، انت محتاج تاخد شيل على السيرفر تكسكيوت، ومعظم الوقت انك هتريد يعني تكسكيوت كات وتريد فلاج مثلا، فاهم؟
ده بالنسبه للسي تي افس. ده نوع من الاسئله. في نوع تاني ممكن يجي يقول لك حاجه براكتيكال، يديك تاسك براكتيكال، اما يديك ويب سايت تتستو. دي صراحه الحاجه زي دي مش ملهاش ملكه خالص، يعني بتختلف من شخص لتاني، كانك بتلعب سي تي اف، ملهاش ملكه. انت بس اللي عليك انك تبقى فعلا مذاكر ومراجع وحل اللابس وبتعمل براكتس كويس، ولو انت ان شاء الله عندك النولج وبتفات الحته دي باذن الله يعني هتتوفق فيها يعني. ماشي. او ممكن يبدا يعتمد على السيناريوهات. ممكن حد يديك سيناريو معين يقول لك والله، او مش سيناريو، ممكن يديك مثلا فانكشن معين يقول لك والله عندي لوجن بيج، كلمني كده ممكن تتست حاجه زي دي ازاي، فاهم؟ دي نوع من انواع الاسئله اللي ممكن يجي لك مثلا، وهكذا بقى على فانكشنز ثانيه او على حاجات مختلفه يعني، على افكار مختلفه. طبعا زي ما قلنا الفاينل راوند مش يعني حته بقى ده التكنيكال. بعد التكنيكال تخش في الفاينل راوند اللي هو بتبقى مع دايركتور او حاجه، ودي بقى انا يعني ما اقدرش افيدك فيها قوي. وانت داخل ان شاء الله الانترفيو حاول تبقى فاهم بالظبط انت مطلوب منك ايه في الشغلانه اللي انت داخلها دي. اقرا الجوب ديسكريبشن كويس عشان تبقى راسم هم ايه الاسئله، هتبقى متوحوره حوالين ايه. حاول تظهر دايما طريقه التعلم بتاعتك في الانترفيو وانت بتتكلم. حاول تظهر انت بتتعلم ازاي وتظهر انك فعلا عندك هدف للتعلم وانت فعلا عايز تتعلم يعني، او انت بتحب انك تتعلم حاجه جديده. حاول تظهر الكلام ده من غير ما تقول، يعني ما تقولوش انا بحب اتعلم جدا على فكره، فاهم؟ لا ما تمشيش كده. حاول، ده هيبان من كلامك. فانت حاول دايما ترتب كلامك بطريقه صح. عشان كده بقول لك البراكتس قبل ما تخش الانترفيو مهم الصراحه. ممكن تتسال في اسئله زي يعني حاجات كده، امثله مثلا سريعه. قول لي موقف واجهته مثلا وكان في مشكله في ثغره معينه وانت قدرت تبايبسها او حاجه. او مثلا ايه اكتر ثغره انت لقيتها وانت بتعمل مثلا باج هانت او اشتغلت في مكان قبل كده، ايه اكتر ثغره لقيتها عجبتك؟ طب مفيش مثلا ما اشتغلتش او ما عملتش باج هانت، طب ايه اكتر لاب انت حليته وعجبك جدا مثلا وكان في فكره تبدا تكلمه. جهز اجابات للحاجات دي عشان هتفرق. حتى لو هم ما طلبوش منك انت ممكن تقولها في نص كلامك، تقول له ده انا اكس دي فكرتني والله بلاب حليته كان في 1 2 3 4 5 مثلا، فاهم؟ الحاجات دي بتفرق. وانت بتعمل باج هانت طبعا برضه جهز سامبلز. يعني في اسئله ممكن تجي لك بقى حاجات ليها علاقه بالسوفت سكيلز شويه، ودي ممكن يعرفها لو في دايركتور او في اسف مانجر او تيك ليد او حاجه في الانترفيو، ساعات بيكون موجود. يبدا يسالك عن بتتعامل ازاي تحت ضغط. هل اتحطيت مثلا في حاجه قبل كده الديدلاين بتاعها ضيق جدا واضطريت انك تعمل حاجه عشان تقدر تحل المشكله دي؟ احكي لي عن مشكله مثلا وانت بتلعب حلت، يعني اشتغلت في تيمز قبل كده في مشكله حصلت وانتوا حليتوها وتعاملتوا معاها ازاي، فاهم؟ يعني النقط دي ممكن تسال في حاجات شبهها كتير. وفي سؤال كده صراحه يعني هو ما اقدرش اقول هو حلو ولا لا، بس بيتسال كتير جدا اللي هو انت ليه عايز تشتغل معانا؟ وانا ما اعرفش هل ده سؤال يعني فاليد ولا لا، او ممكن لسه بيتسال، بس اظن بيتسال عادي يعني. فدي ممكن تاخد بالك برضه احتياطاتك ليه، وما تهبطش فيه كتير. دي حاجه مهمه يعني. حاول ما تهبطش كتير خالص في اي حاجه بتسالها ما تعرفوش. حاول توضح بكل شفافيه انك ما تعرفش عنه حاجه. وبرضه في نفس الوقت بتظهر ان انت عندك قابليه انك تتعلم يعني، والله ايه بطريقه كلامك. ماشي. فدي نقطه مهمه يعني. جهز اجابات للاسئله. جهز اجابات للاسئله. ما تستناش لما السؤال يتسال لك. حط اسال اسئله في بالك قبل الانترفيو كده وحط براكتس عليها. في حاجه كنت حد يعني صاحنا بيها قبل كده، ان انت قبل الانترفيو مثلا بحبه كده، مش قصدي بحبه بوقت يعني، قصدي بوقت اللي هو يوم يومين ولا حاجه. حدد ميعاد مثلا الانترفيو هيبقى ساعه، فانت حط لنفسك التايمر كده جنبك ساعه. هقعد ساعه دلوقتي، هبقى قدام مثلا 10 20 سؤال هبدا اجاوب عليهم خلال الساعه دي، وابدا اجرب نفسي في الموضوع هيبقى عامل ازاي. بس دي يعني دي نقط مهمه جدا. حاجات ممكن تبدا تعملها يعني، براكتس كتير قبل الانترفيو عشان تبقى بتريكاب، فاهم؟ لو ما اشتغلتش في فريق قبل كده حاول تحط الاكسبيرينس دي معاك، انك تشتغل في تيم تكولاب مع حد. لو انت بتعمل باج هانت او حاجه، عارف مش احسن حاجه، بس حاول تجرب عشان يبقى عندك اكسبيرينس في حاجه ليها علاقه بتيمز او كده. عندك في الجامعه مثلا في حد في تيم بيلعب سي تي اف، العب معاهم. بيعملوا سي تي اف، حاول تجرب تعمل معاهم لو انت عندك اكسبيرينس حاجات زي كده. حط نفسك في تيم بالاخر. لو بتلعبش سي تي اف العب سي تي اف دي حاجه مهمه جدا يعني. ماشي. وزي ما قلنا مهم اخر حاجه ننصح بيها وما مش هنكررها تاني، ما تكدبش او ما تزودش في اي كلام واي حوارات واي حاجه في نص كلامك، لان ده بيبان جدا كمان. وما تاخدش وضع ثقه زياده عن اللزوم لو انت في حاجه انت مش بتفهمها. يعني انت مثلا مالكش في الموبايل بس تقول انا هتكلم بثقه عشان بيبان انك مش فاهم وتبقى وحشه قوي. ولو انت بدات تتكلم في حاجه انت فاهمها باخد انطباع مش احسن حاجه. ان شاء الله دي تكون النقط اللي عندي، وان شاء الله تبقى مفيده يعني. واتمنى لو في حد بقى عنده نصايح تانية يكتبها ويحطها بحيث الناس ان شاء الله تستفاد يعني. وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.